الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخواني من أهل السنة، هناك بعض الرافضة يتكلمون في بثوثهم، ونتحدى أهل السنة والجماعة ونتحدى. فالآن هذا التحدي لهم جميعا، وخاصة لسفير الخير والمياحي أسد بابل، يقال له أسد بابل. هذا تحدي لك يا سفير والمياحي، مناظرة. العنوان لكم، تختارون أي عنوان، ماكو إشكال، والبت بتكم ماكو إشكال، والأضمن لكم ماكو إشكال، لكن بشرط واحد. الشرط الوحيد أنه تكون يا سفير حافظ من كتاب الله شيء، حزب أو حزبين، وكذلك أنت يا مياحي حزب أو حزبين، أو صورة من كتاب الله تكون حافظها متقنا لها، ومرحبا، والموضوع لك والبت لك، والسلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا تحدي قوي جدا كان من ابن عائشة، تحدى جميع الرافضة بلا استثناء. لكن أنا اللي مستعجب منه ومستغرب إنه خصص، وفي من خصص اللي هو جربوع بابل العقيم المخصي محمد المياحي، إنه إنه طلب إنه يتحدى هذا الشخص. أنا مستعجب من هذه الناحية. هذا الشخص جبان جدا. شوف، مع انه دخلوا الشباب في حوارات ومناظرات مع ابو الشوق ومع كاظم المكذباوي مع ابو علي الساعدي، مع انه معروفين هم قليلين العلمية في هذه الامور، ولكن كانوا يدافعون بقدر الاستطاعة عن ايش؟ عن دينهم. لكن هذا جبان الى ابعد الحدود، وفوق الجبن هذا هو جاهل. هو بنفسه معترف انه انا ما ابغى ادخل مناظرات حتى لا يفضح امري. كيف يفضح امره؟ هو بنفسه معترف فيها وقايل حتى لا يسجل عليه. هو خايف انه يسجل عليه فيفضح. هذه هي المشكلة. فمسألة انه تطلب من جربوع بابل انه يحاور، ما اعتقد انه راح يتقدم للحوار معاك ابدا ولو انطبقت السماء على الارض. عموما اسمع هذا الاعتراف منه. أنا شنو فائدة أناظر وحارق أعصابي والناس تسجل لي والدنيا هاي متمة والشيعة والسنة متناظرين، وشنو الفائدة بعدين؟ جميل. ثانيا يا ابن عائشة، أنت حطيت أمر معجز يعتبر للرافضة السبئية، إنه يكون حافظ حزب أو حافظ سورة من القرآن بإتقان. هذه بإتقان مشكلة. أنت تعرف أصلا السواد الأعظم من الرافضة السبئية أصلا لا يعرفون أن يقرؤون القرآن قراءة عادية، مو حفظ، قراءة عادية من الكتاب نفسه، ما يستطيعون. فلما حطيت أنت الشرط هذا، فأنت هنا كأنك مسكته حطيته كذا وشته برجولك وطيرته آخر الدنيا. هذا معناه أنه ما راح يجي، لأنه يعلم أنه في هذه المسألة وكثير من الروافض سيفشلون في ذلك. انا خليني اسمعك انه بس حتى تهدي شويه بالشرط، اتمنى تحذف هذا الشرط. الرافضي ما تقدر تعطيه هذا الشرط، وخصوصا جربوع بابل راح يحط رجله من هذا الشرط، انه يحفظ شيء من القرآن بإتقان. لا يمكن. اسمع انت الان قراءته بآية دائما يكررها الرافضة، ودائما يقرؤونها ولكن لا يتقنونها. اسمع كيف قراءة جربوع بابل. القرآن الكريم يقول في سورة يا نساء النبي لستن كسائر النساء إلى آخره وقرا. ما معنى وقرا؟ جميل. سمعت الآن ابن عائشة كيف يقرأ وقرا؟ من وين جابها؟ والله ماني داري. هذه يبغى نبحث عنها في المعجم العربي. وقرا. المشكلة دائما يقرؤون هذه الآية ومع ذلك يخطئون فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أجزم أن أطفال أهل السنة والله يقرؤون القرآن بإتقان أفضل من معممين عند الرافضة السبئية. لعل وعسى ممكن تقول يا ابن عائشة إنه أبو المعتد متحامل على جربوع بابل هذا العقيم المغصي لأنه ديوث. طيب وش الحل؟ طيب أنا راح أجيب لك الآن قراءته من نفس القرآن، يرى الآية ويقرأها. شوف كيف راح يقرأها. عموما معك هذا المقطع وشوفوا وياي الأبرز.
تمام. تمام. هاي هنا سورة 31 آية 31: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إلى أن وقرن في بيوتكن. ما معنى وقرن في بيوتكن يا أخينا كريم؟ وقرن في بيوتكن ما معناها أستاذنا الفاضل؟ طيب جميل. الآن سمعت يا ابن عائشة كيف هذا المسخرة كيف يقرأ القرآن؟ وقرنا يعني شيء عجيب. انت ما تستحي على وجهك يا جربوع بابل يا محمد المياحي؟ يعني ما كلفت نفسك يوم تتعلم هذه الآيات؟ دائما تقرأها ودائما تحتج بها وتستشهد بها، وفي النهاية ما تعرف تقرأها. ما كلفت نفسك يوم تتعب عمرك مدري كم إلين الآن ما تعرف تقرأ القرآن؟ والآية يعني مو مشكلة بنادم يخطئ في القرآن. كثير من الناس حتى يعني حافظين للقرآن متعلمين القرآن يخطئ، ولكن المصيبة لما هذه الآية أو غير من الآيات تكون أنت يوميا تكررها ويوميا تستشهد فيها، وأنت تستشهد فيها وتكررها خطأ. يا أخي تعب نفسك يوم من الأيام. بس ما نبغى منك شيء. هذه الآية اللي دائما تستشهد فيها تعلمها فقط لا غير، تعلمها قراءة وحفظا بس، وانتهينا ما دامك دائما يعني تستشهد فيها. عموما يا ابن عائشة، هذه الأشكال، هذا اللي هو جربوع بابل هذا السفيه، المفروض يعني ما تطلب منه هذا الطلب أبدا، ولا كلامك يعني تحديك القوي. وأنا ما أظن أي رافضي سبئي راح يتقدم، لأنه يعلم أنه يعني راح ينتهي وضعه، يعلم أنه راح يفشل، ويعلم أنه أنت راح تبين جهله بمعنى الكلمة. لذلك ما أظن أحد من الرافضة أنه يتقدم. عندكم محاورينكم، عندكم مطاع الساعدي، هذا ليه ما يتقدم؟ أبو إيليا ليه ما تتقدم؟ سفير الخير ليه ما تتقدم؟ مين كمان؟ وفي عندكم كذلك كم من المحاورين ليه ما يتقدمون؟ ليش دائما تجيبون الناس اللي هم يعني معلوماتهم قليلة يعني وما هم كفء للحوارات والمناظرات؟ ليش تجيبون ذولي؟ حنا نبغى هؤلاء، نبغى مطاع الساعدي، ونبغى أبو إيليا، ونبغى سفير، ونبغى هذول نبغى ندخل معاهم في مناظرات. أنا أتمنى وتكون هذه المناظرات بكل احترام وبكل يعني أدب. أنا أتمنى مرة عندكم مرة عندنا. في النهاية هي بضاعة تعرض من الطرفين، اللي يبغى يشتري يشتري، واللي ما يبغى يتفرج على قولهم. لكن لا حياة لمن تنادي. أما جربوع بابل هذا المخص العقيب المهان محمد المياحي، أنا يعني أتوقع وأعتقد أنه لن يدخل في أي حوار مع أي شاب قوي من شباب أهل السنة معروف بالحوارات. يعني راح يظل على جبنه وخوره وخوفه من مواجهة الشباب في الحوارات، وراح يضع يعني الأعذار تلو الأعذار حتى يستطيع الفرار من هذه المواجهة. يعني شيء عجيب، شخص أمامه كتاب الله عز وجل ويقرأ منه، ومع ذلك يخطئ في قراءة القرآن، يعني كأنه القرآن هذا يعني ما في ضمة، ما في فتحة، ما في كسرة، يعني شيء عجيب. فأنا أتوقع راح يظل على جبنه وخوفه وخوره من شباب أهل السنة، فقط أنه يجي ويتشدق أمام الناس، تعالوا حاورونا. طيب هيا الآن قالوا لك الشباب تعال انزل في حوار، أنا أتحداك تنزل، والله أنا أتحداك أنك تنزل يعني في الحوار. إذا كنت رجل أنا أتمنى تنزل، أتمنى تواجه ابن عائشة في مناظرة تكون بينك وبينه، وأتمنى ما تحط أي أعذار. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا.